وهاي طلعت من مطبخ خالد. تيجي مسكرة ما أحلاها، حسب ما بتقطعوها أنتو. الطعمة دمار يا جماعة، وطرية. شوفوا ما أحلى الطراوة. الحموضة بالسبانخ والبصل، طعمه ضغط على كل الطبخة. والله العظيم يا جماعة، طبخة مدللة وعلى الشوارب. اليوم أغلب ستات البيوت بيشتغلوا برقائق العجين، بيعملوا فيه الحلويات وبيعملوا فيه طبخات الأوزي، وكتير طبخات بنستعمل فيها الرقاقات. هلأ أنا بعرف دائما بس نشتغل بزيد معنا شوي، بنرجعهم على البراد بتلاقيهم طلعوا ما عاد ينشغل فيهم. فأغلبنا في ناس بتكب وفي ناس بتفرزهم، بس بعد التفريز بصيروا يتكسروا بينشفوا. اليوم راح أحضر أنا بهالورقات اللي زادوا معاي، بدي أحضر لكم فطيرة سبانخ مرتبة ومدللة وعلى أصولها. وهاي طلعت من مطبخ خالد. أنا استخدمت ضمتين سبانخ، قطعتن هيك، فرمتن فرمة خشنة مثل مو شايفين. طبعا أول شي نقعتن، لما جبت الضمتين نقعتن بمي وشوية خل، إذا فيهم حشرات أو فيهم أي شي بكتيريا بيروح بالمي والخل. بعدين غسلتن كتير منيح، فرمتن فرمة خشنة مثل مو شايفين. وعندي هون جبت بصلتين قطعتن تقطيعة خشنة كمان، كتير طيب بيطلع مع السبانخ البصل الخشن، وانا شوي عطيتهم زيادة، انا بحبهم مع السبانخ. مقلاية مثل هيك زيت زيتون يا جماعة، كتير طيب بيطلع للسبانخ بالزيت. الأكلة اللي بتحتاج زيت زيتون أنا بقولكن عليها، والأكلة اللي ما بتحتاج زيت زيتون حرام نحط لها زيت زيتون على الفاضي. هي بالنهاية مو كل الأكلات اللي بتستخدم فيها زيت الزيتون. رشة ملح، بدي اياهم شوي يدبلوا، مو كتير، ما ياخذوا استواء كامل يعني. عنصر ضروري بالفطاير بحشوة السبانخ اللي بنحطها، حطيت معلقتين سماق. كلنا بنعرف انه الفطاير اذا ما كان فيها حموضة ما بتطلع طيبة، لازم تكون فيها حموضة، والسماق بيعطينا شوية حموضة معاها. هيك حاجتها، بس انه اخذت طعمة الزيت الزيتون وطعمتها بالسماق، تقريبا فيكم تقولوا نص استواء. هلا بدي انزلهم على السبانخ. شايفين هاي الطريقة حتى استعملوها بفطاير السبانخ، لما تعملوا الفطاير بالعجين اعملوا هيك الحشوة وادعوا لي. هلا بدي ارش شوية ملح، نص معلقة ملح ليمون. انتوا اذا بتحبوها حامضة زودوا لها الملح ليمون. وهلا هيك، كوني انا بحب دائما اسبح والغوص بالاكل هيك بايدي، فلازم نلبس كفوف لحتى ارتاح بالشغل. هلا انتبهوا منيح شو بدنا نعمل. هلا بعد ما عملناهم هيك بدكم تفركوا لي اياها مع البصل هيك بهالطريقه. وهاي قلت لكم الطريقه اطيب شيء للحشوه السبانخ. ما تطبخوا نهائيا السبانخ، ما تطبخوا، خلوه اخضر. هلا شايفين هيك ما احلاه. خلص شايفين، طلعوا ما احلاهم صاروا. شوية دبس رمان بتعطيني حموضة وبتعطيني طعم كتير طيبة.
تقريبا فيكم تقولوا نص معلقة طعام كبيرة دبس رمان. وإذا عندكم حب رمان فريش بس يكون حامض وحطوه وادعوا لي وشوفوا الطعم. هلا هيك يا عيني ما أحلاهن، الريحة بتجنن قسما بالله. رجعت لأيام مع الوالدة الله يخلي لنا إياها ويطول بعمرها ويطول بعمر أمهاتكم جميعا. بصفاية مثل هاي ننقلن على المصفاية. دائما اي شيء بدكم تشتغلوا فيه ان كان عجين وان كان شيء بده هيك لغوصة، خلي عندكم الجاط يكون وسيع ترتاحوا بالشغل وما بتتغلبوا. وهلا بدي اصفيهم من المي منيح. شايفين العصارة اللي بتطلع هاي ما بدي اياها انا. صفيتها بحيث انه المي كلها طلعت منها على الاخر. حتى لما بدكم تعملوا انتم فطاير بالبيت بالعجين لازم تنعصر حتى ما يفتح العجين ويصير ينزل مي بالصينية وتلزق وتخرب الدنيا. فدائما لازم تعصروهن منيح. هلا مثل ما حكيت لكم هاي اطيب شيء وانجح شيء لحشوة الفطاير. في ناس بتحط لها كمون بهارات، انا ما بحب، انا بحبها هيك تكون هيك اطيب وصحية اكثر. وجربوها بهالطريقة. بدنا نبلش بتحضير عجينتنا. عندي هون كوبين حليب، بدي افضيهم. الحشوة دائما دوقوها، بدها ملح بتزودوا لها، بدها حمض انتم بتحبوها حامضة كتير بتزودوا لها. انتم دائما خلوا الدواء موجود، هيك انجح الاكل معكم بيطلع. عندي معلقتين لبن زبادي او لبن رايب، بدي احط عليهم بيضة، شوية خل حتى ما يضل فيه زنخة، تقريبا ربع معلقة خل صغيرة، رشة ملح، براس المعلقة بيكنج باودر. هلا بدنا نخلطهم مع بعض. هلا بس شفتوا القوام اتجانس تغير لونه وصار سميك شوي، هيك بيكون تمام الشغل. شوفوا يا جماعة بدي اقطعهم هيك بهالقياس هاد. شايفين هيك بدها تتقطع. هلا قطعتها هيك. هلا بنجيب صينية فرن او بايركس حراري على حسب انتو القياس اللي بدكم تشتغلوا فيه. هلا شوي من الحليب هون بنحط بأرضية البايركس وراح ننزل عليها هيك. شايفين قطعوها وفرفدوها. هلا حطيناهم شوفوا بجاط هيك احسن للشغل. هلا فرفدوهن هيك بحيث انه ما يضلوا مع بعض ملزقين. شايفين هذا كله قطعوه هيك فرفدوه. بننزلهم مثل مو شايفين. اذا كانت طويلة هيك فرفدوها
لحتى ما تعجن على بعضها. بنوزع بأرضية البايركس هون. شوفوا هلأ بشكل متساوي حطيتهم بأرضية الصينية. هلأ بنرجع بنسقيهم شوي. هلأ هيك هذا كله بده ينشف في الفرن. بتسقوا لي اياهم بس ما تخلوهم كتير يعني مسقسقين، بس شيء انه يوصلون هيك تمام. فرن سخنته انا قبل بربع ساعة تقريبا على اعلى درجة حرارة. لما بدي اشتغل فيهم بدي اشتغل انزلها بالطبقة التحتانية على درجة حرارة 180، بخليها تستوي على مهلة من تحت وبعدين بخليها تتحمر من فوق. هلا هون بستنى عليهم تقريبا 5 دقائق لحتى شوي يتشربوا، بعدين بفرد عليهم الحشوة. اجا دور حشوة السبانخ. هلا بدنا نفرفدها هيك. بالنسبة انه حليب ولبن موجود، في ناس ممكن تنتقد هاي الشيء، بس هذا كله يا جماعة على الحرارة بيروح بينشف. هلا بنوزعهم هيك تقريبا بالنص، بنخلي شوي على الداير هيك مجال مشان تصير كلها فطيرة واحدة. فردنا الحشوة وسويناها بالتساوي. هلا هون انا خليت شوي كمان، بدي ارجع اسكر فيهم الحشوة مثل ما شايفين هيك. بنوزعهم عن بعض. هيك بنعمل لهم توزيعة بالتساوي حتى يكونوا مع بعض نفس الحجم ونفس المساحة متساويين. نرجع بنعمل لهم تسقاية هيك على الداير، وبالنص نحاول نوزع التسقاية بكل المكان، بكل الأماكن بتحاولوا توزعون. هيك تمام. رشة خفيفة حبة البركة بتعطيني منظر حلو للخبزة، بس ما تكتروا. وهاي انتو اختياري، فيكن تحطوا فيكن لا. والسمسم كمان اختياري. وهلا على الفرن مثل ما حكيت لكم، باخر طبقة على الارضية بتحطوها على درجة حرارة 180، وبتخلوه شغال من تحت. وهاي انا نوصت له على 180 هلا عندي، وبنخليه. انا راح اعطيكم قديش بتاخد بالوقت لحتى تطلع معاكم مزبوطة. هلا راح اعير لها انا وراح اشوف بالضبط مشان اعطيكم العيار الصحيح. نص ساعة بالضبط عيرت لكم اياها، بس من فرن لفرن بتختلف يا جماعة، انتبهوا. هاي الفطيرة اهم شيء تستوي من تحت، لهيك حكيت لكم خلوها على 180 على اخر طبقة على الارضية لحتى تستوي من تحت قبل ما تتحمر. هيك هلا راح نطفي عليها الفرن
وهلا راح اطلعها ونشوفها سوا. يا عيني يا عيني، طبعا الفرن لا تفتحوا عليها، انتبهوا، بتخلوها مثل نظام الجاتو يا جماعة. بتشوفوها من برا ببين معكم، يعني منظر قسما بالله بجنن. شوفوا ما أحلاها، هيك فطيرة شهية بقلبها السبانخ، وهيك وفرت عليكم تعملوا العجين وتنزلوا بالصواني واحترقت ايديكم وطلعنا. هيك احلى منها ما في، وشهية. هلا كاسة زيت زيتون بلدي، فرشاية، وبدي اعمل لها دهنة هيك وهي سخنة على الوش لحتى تطرى معاي الخبزة وتصير الطعمة اطيب. دعموا لي اياها بزيت الزيتون، تعطيكوا طعمة بتجنن. شايفين ما احلاها؟ هلا هيك دعمتها بزيت الزيتون بالبشكير، نعمل لها تغطاية هيك لحتى شو، لحتى تطرى وتستوي مع الزيت الزيتون هيك يتغلغل. تعرفوا العجين المخبوز مع زيت الزيتون كارثة ودمار وطعم خرافي. وبعد 5 دقايق صار وقت شو نشوفها ونشوف كيف تنغنغت مع زيت الزيتون. شوفوا كيف خفست وصارت أطرى، شايفين؟ يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. هلا بدي أقطعها شوي شوي على التقطيع يا جماعة. وأحاول أقص الداير، هو الداير لحاله أصلا فات مفكوك. انتوا بتقطعوها بالحجم اللي بيناسبكم. اجا وقت ندوق فطيرتنا. هلا بدنا نطلعها، محل ما قطعنا هيك بناخد قطعة صغيرة، وهلا هيك بنسحبها. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، طلعوا. والله الريحة قسما بالله بتجنن يا جماعة. طبعا أنا بعض الأحيان الحشوة بحط لها معلقة مش مليانة، معلقة مسح دبس فليفلة، تطلع كمان طيبة مع السبانخ. وأحيانا بخليها هيك سادة، حسب انتم ما بتحبوا فيكم تعملوها، بس لا تكتروا البهارات، نصيحة. بدنا ندوق فطيرتنا. شايفين من تحت كيف؟ شوفوا لي الاستواء من تحت، شايفين اخذ اللون من فوق ومن تحت. هلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وبدنا ندوقها. قسما بالله فطاير سبانخ، فطاير السبانخ اللي بنعمله بالعجين واللي كنا نسويه زمان بالعجين، هلأ صار بطريقة شوفوا ما أحلاها. بما أنه رمضان قرب علينا، شهر الخير، وإن شاء الله يا رب يجي علينا بالخير والبركة وعليكم جميعا. هاي بتتقدم هيك بالصفر الرمضانية، قسما بالله يا جماعة طعمتها سخنة هي، أنا ماني قادر آكل منها مزبوط وآخذ راحتي. كل ما بردت كل ما صارت أطيب. كاسة شاي بجنبها وقولوا يا رب. وهي قطعة تانية، شوفوا لي إياها كيف
تيجي مسكرة ما أحلاها، حسب ما بتقطعوها انتو. الطعمة دمار يا جماعة، وطرية شوفوا ما أحلى الطراوة. الحموضة بالسبانخ والبصل طعمه طغت على كل الطبخة. والله العظيم يا جماعة طبخة مدللة وعلى الشوارب. جربوها واكتبوا لنا رأيكم إذا طيبة ولا مو طيبة. قسما بالله طيبة وما أحلاها. إذا عجبتكم هالوصفة يا جماعة لا تنسونا باللايكات، بالتعليقات، اكتبوا لنا أي شيء يا جماعة، صلوا على النبي بالتعليقات، اذكروا الله، أي شيء حطوه بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس للقناة. كل الحب والاحترام لكم جميعا، وتحياتي للجميع.